طرق فهم الآيات القرآنية هو الوقوف على سياق الآيات التي أحاطت بالآية. صحيح ولا لا؟ الآن أنت ما تأتي إلى الآية، شوفوا الآن صار لنا 1100 سنة 1200 سنة 1300 سنة مولانا نريد نثبت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. ترى بابا ما تشمل النساء. يقولون لنا بابا على أي أساس تقولون قبلها نساء وبعدها شنو؟ نساء. شلون أنه نفصل مقطع من الآية؟ مو آية هماتينا، هذه مو آية التطهير، هذه نصف آية أعزائي. وإحنا مولانا هاي من الاعتراضات اللي ماخذيها علينا. يقول شوف هذول شلون يدلسون، يقولون آية تطهير. احنا في القرآن ما عندنا آية تطهير، احنا في القرآن عندنا شنو؟ جزء من هذه الآية المباركة قبلها 20 ضمير مولانا. يا نساء النبي قرن في بيوتكن من يقنت منكن كنتن تردن، وبعدها مباشرة واذكرن ما يتلى. بينك وبين الله لو احنا مو عقيدتنا العصمة وأن هذه الآية أهم آية استدل بها على شنو؟ على العصمة. كن على ثقة أنت كنت أول من يستدل. إذا كنت طرف آخر يريد يستدل بها تقول بابا لعد وين يروح السياق؟ حتى لو قبلنا مبنى في علوم القرآن أن ترتيب الآيات مو توفيقي، فلم يقل أحد أن ترتيب الجمل في الآية الواحدة مو توقيفي. ما أدري واضح ولا؟ هذا ترتيب شنو؟ هذه مو ترتيب الآيات، هذا ترتيب شنو؟ ترتيب جمل آية واحدة. دروح شيعة وسنة شوف منو يدعي إلا نادرا، إلا نادرا. ايش تجاوبون؟ بحث قرآني شيخنا وبحث رواية، هذا كذا رواية روح للرواية استدل. ايش تجاوبون؟ جاوبون في الجملة تقولون بابا والشاهد على أن هذا المقطع غير مرتبط بما قبله وبما بعده اختلاف الضمير، لأنه كانت أقمنا صارت عنكم مو عنكن، إلى أن وجدنا هم مجاوبين على هذه، قايلين تذكير الضمير لأنه جمع مذكر سالم، هذا بعد عنكم يطهركم. تذكير الضمير روحوا كل كتب النحو اقرأوها. تذكير الضمير لا لإخراج النسوة بل لإدخال غير النسوة. ما حد قايل إذا ذكر الضمير يعني ما يشمل شنو؟ النساء. بأي دليل؟ بدليل فاطمة وياهم. إذا تقول جمع المذكر السالم لا يشمل النساء، لعد فاطمة مشمولة لو مو مشمولة؟ مو مشمولة. آخر تحقيقاتهم روحوا عينوه. آخر تحقيقاتهم يقولون بابا أي قرينة، لا تقول لي رواية نجي نبحث. الرواية نجي نبحث أن الروايات شنو دلت على ماذا؟ ذاك المقام الثاني. احنا البحث الآن وياكم انتم تقولون دليلنا شنو؟ قرآني. طبعا إذا ترجعون إلى المواقع الوهابية ومع الأسف بعض جهلة الشيعة مولانا تأثروا. أنا عندما أشكلت على مسألة السياق قالوا أن سيد الحيدري ينكر دلالة الآية آية التطهير على ماذا؟ على ارتباطها بأهل البيت، مع أنه أنا ما أشكلت على دلالة الآية أو ارتباطها بأهل البيت، وإنما قلت أن البيان الذي يقوله الاتجاه الرسمي في مدرسة أهل البيت بيان وافي أو ناقص. بيان ناقص لا يمكنه أن يجيب على تساؤلات القوم. التفتوا لي يا أعزائي، مرارا ذكرت أنت عندما ترجع
إلى سورة الأحزاب تجد أن الآية المباركة من سورة الأحزاب واضحة بأنه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية مسبوقة بآيات النساء وملحوقة أيضا بآيات ماذا؟ بآيات النساء. انظروا إلى هذه الآيات التي تسبقها وتلحقها، وهي التي صارت مستمسكا للقوم بأن هذه الآية لا علاقة لها ماذا؟ لا علاقة لها بهؤلاء الخمسة. يكون في علمكم، لا يتبادر إلى ذهنكم خصوصا في الآية المرتبطة بسورة الأحزاب أنه فقط السؤال موجه إلينا، علما إلى أتباع مدرسة أهل البيت، أنه لماذا جاء هذا المقطع المرتبط بهؤلاء الخمسة؟ جاء أين؟ جاء في آيات مرتبطة بنساء النبي. السؤال عليهم أيضا لا بد أن يجاوبوا، مو فقط علينا. نحن نجيب بقوة أيضا، وما عندنا مشكلة مع القول بوحدة السياق، مع القول بأنه التنظيم تنظيم ماذا؟ نبوي، والتسلسل توقيفي نبوي. نجيب وبقوة نجيب، ما عندنا مشكلة في هذا، ولكنه عليهم أيضا ماذا؟ أن يجيبوا عندما يقولون بأن هذه ما مرتبطة بأهل البيت، ما مرتبطة بعلي وفاطمة والحسن والحسين. سؤال: إذن لماذا تبدل الضمير؟ ما هي النكتة في تبدل الضمير؟ هذا أولا، هذا السؤال لا بد أن يجيبوا عليه، ولم يجيبوا إلى الآن، يكون في علمكم ولم يجيبوا إلى الآن. السؤال الثاني أن الآيات السابقة والآيات اللاحقة دائما تجمع البيت واذكرن في ما يتلى في بيوتكن. أما عندما يتكلم عن هذا البيت ماذا؟ يجمعه أو يفرده. لماذا إذا كان الحديث عن نساء النبي هو بيت واحد له بيوت؟ فأجب. هذان السؤالان الذي وقعا إلى الآن لم أجد أحد من علماء الشيعة أورده على ماذا؟ على علماء السنة. لماذا ذكر ولم يؤنث؟ ثانيا، لماذا أفرد البيت ولم ماذا؟ ولم يجمع. وواقعا هذا البحث أنا قلته مرارا والآن أقوله، واقعا لا يوجد عندهم جواب لهذا، اطمئنوا لا يوجد عندهم جواب. أما نحن فنجيب بكل بساطة أعزائي، بكل بساطة أعزائي. تقول لماذا جاءت هنا؟ أقول لا بد أن تأتي إلى هنا، أقول لا بد أن تأتي إلى هنا، أقول لا بد أن تأتي إلى هنا. أساسا لو لم يضعها رسول الله في هذا الموضع لكان خلاف الحق والحقيقة، كان ينبغي أن توضع هنا، كان ينبغي أن توضع هنا. لماذا؟ حتى تعرفون أنه أساسا السياق، وأن أولئك الذين من علمائنا أو غيرهم قالوا لا، أن الآية ما مرتبطة وإنما وضعها الأعداء أو وضعها أهل البيت حتى يضيعوا. لا 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 أبدا، هي محلها هنا في جملة واحدة أعزائي، الوقت انتهى، في جملة واحدة. ما هو؟ وهو أن القرآن هذه الآيات بدأت أن تتكلم مع النساء. قال: وإن كنتن تردن، قال: يا نساء النبي لستن، قال: واذكرن. هذا الخطاب أعزائي مو خطاب المدح، وإنما خطاب ماذا؟ خطاب العتاب، ما أقول شيء آخر، خطاب العتاب، خطاب أنكن يحتمل أن تكونوا من هذا الخط أو ماذا؟ من هذا الخط. خطاب يستفاد منه المدح أو لا يستفاد؟ لا يستفاد منه المدح. من هنا قد يأتي ماذا؟ توهم أن هذا الذي يقوله القرآن شامل لبيت علي وفاطمة أو ليس بشامل. إذا لم تأتي هذا المقطع في هذا الموقع كان يقولون أيضا بيت من بيوت النبي، إذن مشمول ماذا؟ مشمول لكل ما ورد في نساء النبي.
مع أن الله أراد مباشرة بتعبيرنا دفع دخل مقدر. فإن قلت هذا يشمل بيت علي وفاطمة قال لا، فإن هذا بيت طهره الله تطهيرا لا علاقة له ببيوت النساء النبي. وهذه هي النكتة في إفراد الضمير، أقول في إفراد البيت وفي تذكير ماذا؟ وفي تذكير. ما أدري واضح ولا هذا المعنى؟ وإلا لو لم يأتي هذا المعنى بيني وبين الله، لأنه أنت لا تستطيع أن تقول أن بيت علي وفاطمة ليس من بيوت النبي، تستطيع أن تقول هذا؟ فإذا كان بيتا من بيوت النبي إذن يكون ماذا؟ مشمولا لكل هذه الآيات. الله مباشرة لعظمة هذا البيت ولطهارة هذا البيت ولقدسية هذا البيت مباشرة أعبر عنه بين شارحتين مباشرة قال أيها المسلمون أيها الذين تتلون القرآن، ترى أنا دا أتكلم عن بيوت نسائه لا عن بيت علي وفاطمة، وإلا بيت علي وفاطمة يطهركم تطهيرا. هذا البيت وين؟ ذاك البيوت تلك البيوت أين؟ إذن لماذا أعزائي أفرد البيت؟ لتمييزه عن باقي ماذا؟ بيوت النبي. لماذا ذكر الضمير؟ لماذا؟ لأنكم تعلمون جمع المذكر السالم كما يشمل الرجال يشمل ماذا؟ يشمل النساء من باب التغليب، وهذا قرأتموه في محله. وليس الوجه كما ذكره عموم علماء الشيعة أن تذكير الضمير لإخراج النساء، لا، هذا الموجود الآن في الكتب أنه إنما ذكر الضمير لإخراج ماذا؟ لإخراج النساء. لا، كلام خطأ هذا، لأنه إذا أخرج النساء يخرج فاطمة أيضا لأنها امرأة ونساء أيضا. وإنما ذكر الضمير ليشمل من؟ مو لإخراج فاطمة، بل لإدخال علي والحسن والحسين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن أساسا أعزائي هذا هو البيان الدقيق لهذه المسألة. إذن أعزائي أنا معتقد بشكل واضح وصريح، طبعا إذا ترجعون إلى المواقع الوهابية ومع الأسف بعض جهلة الشيعة مولانا تأثروا. أنا عندما أشكلت على مسألة السياق قالوا أن سيد الحيدري ينكر دلالة الآية، آية التطهير، على ماذا؟ على ارتباطها بأهل البيت، مع أنه أنا ما أشكلت على دلالة الآية أو ارتباطها بأهل البيت، وإنما قلت أن البيان الذي يقوله الاتجاه الرسمي في مدرسة أهل البيت بيان وافي أو ناقص؟ بيان ناقص لا يمكنه أن يجيب على تساؤلات القوم.